السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم يا رب، اللهم آمين. ده فطار أو غدا عيد الأضحى المبارك. عملت أحلى صينية لحمة راس وبطاطس زي ما انتم شايفين كده. ده كان شكلها، وطبعا مش قادرة أتكلم عن الريحة والطعم والجمال والحلاوة. والله بصوا، حلوة قوي قوي. شوفوا الطريقة واعملوها زي ما أنا عملتها بالظبط. امشوا بالخطوات وبإذن الله بإذن الله تعجبكم وتكون أحلى مرة أكلتوا فيها لحمة راس. نسمي بسم الله وعلى بركة الله ونبتدي في الوصفة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك علينا وعليكم يا رب. طبعا معروف عيد الاضحى يعني بنفطر لحمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. دي اللحمة اللي احنا هنفطر بيها دي لحمة راس. احنا بنحب نفطر كده الصبح لحمة لحمة راس. تمام. انا هنا جبت الحلة بتاعتي وابتديت ان انا اغليتها، هسقطها كده فيها. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين كده. الطريقه اللي انا بعملها دي احلى طريقه للحمه الراس. مش هتلاقوا لها اي زفاره، مش هتلاقوا لها غير ان هي حاجه كده حلوه قوي. الناس اللي مش بتحب لحمه الراس بعد الفيديو ده وبعد الطريقه دي مش هتقدروا اصلا تفرقوا بين لحمه الراس واللحمه العاديه. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كده نزلت كل كميه اللحمه بتاعتي اهو في الميه. مش هضيف ليها غير شويه بصل متقطعين كده، بصلايه كده متقطعه، وهسيبها تاخد غلوتين ثلاثه. ونعمل اللحمه معاكم. حابين نعملها بقى في طاجن بطاطس، حابين نعملها كده محمره ونرش عليها شويه دقه. هتشوفوا النتيجه معاكم وهنشوف فطار يوم العيد بتاعنا هيكون ايه. زي ما انتم شايفين كده اللحمه بتاعتي ابتدت تقلب. تمام. اللحمه بتاعتي ابتدت تقلب والرين ابتدى يطلع اهو. انا مش هشيل الرين وكل العكعكه دي، لا. انا هشيل الميه دي كلها واكبها واغسل اللحمه كويس جدا وارجع اغليها او اشوحها في ميه نظيفه. تمام. تمام. دي افضل طريقه ان احنا نعمل. هنشيل الميه دي ونعملها في ميه نظيفه. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده انا هنا غسلت اللحمه بتاعتي. تمام. اللحمه بتاعتي اتغسلت وزي الفل. تمام. بقت ما شاء الله عليها ولا حول ولا قوه الا بالله. معانا ايه بقى؟ معانا بصل وطماطم وفلفل وحبهان اهو، حبهان مطحون. انا فرقته كده اتنين ورق لورا. تمام كده. تمام. صلوا كده على النبي. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى في الحله بتاعتنا اهي. انا حطيت الحله كده على النار، مش هحط لها اي ماده دهنيه لان انتوا طبعا كلكم عارفين ان لحمه الراس بتاعتنا بتكون مليانه دهون. فهستكفى بالدهون اللي فيها ومش هحط لها اي حاجه. طبعا والملح مش هضيفه دلوقتي. هنزل كده بالحاجات اللي انا عملتها دي وهنزل على طول باللحمه. اللحمه كلها غسلاها. الشوربه دي بتشرب يا جماعه. حرفيا الشوربه دي من حلاوتها ممكن نشربها عادي. طبعا انا ما رضيتش احط ماده دهنيه لان لحمه الراس معروفه ان هي بيكون فيها نسبه دهون حلوه. تمام كده. فعلشان كده انا ما حطيتش. بعملها كده. شايفين بقى الجمال والحلاوه. ما حطيتش ماده دهنيه. هغطي عليها واقفلها وبعدين نسمي بقى كده بسم الله ونشوف اللحمه بتاعتنا. الريحه بجد تحفه تحفه خالص ما شاء الله. اللهم بارك. تقولوا ده لحمه مش لحمه راس بجد والله. طبعا هي نظيفه وكل حاجه. كمان انا هنا ايه سخنت الميه بتاعتي. تمام. هنزل كده بسم الله بالميه السخنه. تمام كده لحد هنا طبعا وزي الفل. هقلبها كده بقى التقليبه الحلوه. هعلي النار عليها تاخد بس حرفيا تاخد بس قلبه. وهسيبها تستوي على نار هاديه لان انا مقلله الميه بتاعتها. تمام. لان انا مش عايزه ميه كتير ولا حاجه. شايفين يا سيدي يا سيدي والله. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللحمه بتاعتي اهي بتقلب. شايفين والله حرفيا ما شلت منها
ولا نقطة ريم. شايفين الشوربة صافية ازاي؟ اكنها شوربة لحمة عادية. طبعا حاجة كده بجد والله. ريحتها مفيش فيها اي زفارة ولا اي ان هي يوحي ان هي لحمة راس اطلاقا. زي ما انتم شايفين اللحمة زي الفل ما شاء الله، متنضفة وزي الفل. اصلا يعني ما كانش فيها حاجات كتير بصراحة تتنضف، او يعتبر ما كانش فيها اي حاجة تتنضف. زي ما انتم شايفين هسيبها لحد ما تستوي. بعد كده حابة ان انا احطها في حابة ان انا احطها في بطاطس. تمام، حابة ان انا اسيبها كده بالشكل ده واحمرها وارش عليها دقة زي ما انتوا حابين. طبعا انا هحطها في بطاطس. تمام، وهوريكم برضو طريقتي فيها في البطاطس، بس انا هدي عليها واسيبها لحد اما تستوي، لان بصراحة احنا بنحبها مستوية حلو. تمام كده. تعالوا كده يلا نشوف اللحمة عملت ايه. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللحمة بتاعتي خلاص اصلا يعني دخلت في مرحلة السوا. خلاص فاضل لها تكة كده بسيطة وخلاص تستوي. تمام، شايفين كده ما شاء الله؟ شايفين لون الشوربة؟ محدش يعرف يفرقها دي شوربة لحمة راس ولا شوربة لحمة عادية. حاجة بجد كده من الآخر. هجهز صينية البطاطس بتاعتي علشان اسقط فيها اللحمه. تمام، بصوا يا حلوين، انا هنا هعمل معاكم صينيه البطاطس. تمام، انا عملت البطاطس قطعتها حلقات زي ما انتم حابين. هضيف ليها الماده الدهنيه بتاعتي. تمام، ده معلقه توم وحط عليها فلفل اخضر. تمام كده، زي ما انتم شايفين. كمان حطيت معاهم الملح. تمام، انا طبعا نسيت ان انا احط، ما نسيتش الملح بحطه في اللحمه. خلاص قرب السوا هنزل كده بالملح بتاعنا عشان خاطر تتملح. تمام، وادي الملح بتاع اللحم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. بصلايه كده، بصلايه حلوه كده متوسطه الحجم. هقطعها كده، حابين تقطعوها حلقات زي ما انتوا حابين، حابين تعملوها كده مش بتاخد اي وقت خالص. احلى صينيه بطاطس ممكن تاكلوها، كلها ني في ني، مش هنعمل فيها اي حاجه. اهو انا بعملها كده البصلايه بشكل عشوائي. الحته دي هحطها في اللحمه. تمام، زي ما انتم شايفين كده كله عشوائي. هنزل بالبهارات. تمام، البهارات بتاعتي هتكون عباره عن ملح وفلفل اسمر وشويه كمون. ده فلفل اسمر، الكمون. حابين طبعا تضيفوا كزبره بتضيفوا كزبره. تمام، بس دي البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشويه كزبره. حابين ما تحطوش كزبره زي ما انتوا عايزين. دي البهارات بتاعتنا، وكتروا بهارات. تمام، يعني ما تزودوش البهارات، لا ما تقللوش، اقصد البهارات كتروها. تمام كده، حط كمان شويه كزبره. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. صلوا عليه. معلقه كزبره كده محترمه اهو. هنزل بقى كده بعصير الطماطم. عصير طماطم فريش، عندكم صلصه زي ما انتوا عايزين، زي موجود، اللي موجود يعني مش بنقول لا. تمام، ولازم طبعا تصفوه. في ناس مش بتصفيه بس يستحسن يعني. مش هنزيد يا جماعه من معلقتين الطماطم. حقيقي والله بيفرق جدا في الطعم تصفيه الطماطم. يعني هما هيبقوا معلقتين طماطم مش مشكله. يعني اوقات كتير اصلا الصلصه بتفضل تترمي، البذره بيبقى طعمها وحش جدا والله. يعني البذرايه بتبقى طعمها وحش جدا، ولا القشره تيجي كده في بقنا بتبقى وحشه جدا. دي صينيه البطاطس اول لما بتقلب بضيف عليها، اول كده لما بتقلب وبتدخل في مرحله السوى بضيف عليها اللحمه بتاعتي. بس كده، وهنشوف مع بعض باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اللحمه خلاص استوت. شايفين المعلقه بتدخل فيها اهو. هي كده خلاص استوت. انا هكمل سواها في اهو. شايفين يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هكمل سواها في اللهم صل. كمل سواها في البطاطس، ولكن انا مش هحطها كلها في البطاطس. انا هسيب جزء منها احمر، ارش عليه بهارات ودقه،
والجزء التاني هحطه في البطاطس. ولكن البطاطس بتاعتنا لسه زي ما انتم شايفين لسه بتقلب، ولسه يعني انا عايزاها كده نص سوا علشان اقدر ان انا احط فيها اللحمه. تمام. اول ما تبقى نص سوا اللي انا محتاجاه هنزل بيه اللحمه. تمام كده. تعالوا كده بقى نشوف البطاطس بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم بارك. هضيف ليها اللحمه. تمام. اضيف اللحمه تاخد قلبتين واحمرها كده على الوش، واحلى صينيه بطاطس حرفيا. هضيفها بقى وهحمرها على الوش كده، وباذن الله باذن الله اوريها لكم في الشكل النهائي. هنا كده زي ما انتم شايفين الشكل، انا كده ضفتها لصينيه البطاطس. ولكن طبعا لسه هسيبها يعني على النار تاخد كده قلبتين، وتاخد كده. شايفين لسه في صلصه اهو. هقلبها كده يعني، واسيبها طبعا تشرب من بعضها وتشرب الصلصه. وبعدين احمر كده وشها على الفرن. تمام. باذن الله باذن الله هنشوف مع بعض الشكل النهائي. وده طبعا زي ما شفتوا الشكل النهائي بتاعها. قدموها زي ما انتوا عايزين، قدموها مع رز ابيض، رز بالشعريه، رز حبه بحبه، حتى لو رز اصفر مش هتقول حاجه. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم، واتمنى وصفه اليوم تعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ينعاد علينا وعليكم الايام بالخير والبركه يا رب، اللهم امين. متنسوش تكتبوا لنا كومنت حلو، متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، واهم حاجه الكومنتات الحلوه زي ما انا متعوده منكم. وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. استودعكم الله في رعايه الله وحفظه جميعا. عيد مبارك علينا وعليكم يا رب، اللهم امين، وعلى الامه الاسلاميه بخير يا رب. مع السلامه.